ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الزلابية او لقمة القاضي، او بنسميها كمان اللقيمات. مش عايزة اقول لكم بقى طعمها كان رائع. طعم حلو قوي، طرية من جوه ومقرمشة من بره. بحجم كويس، شكلها حلو جدا جدا. قعدت لحد تاني يوم مقرمشة وطعمها حلو جدا جدا. هنحط فيها شوية حاجات كده مختلفة هتخلي ليها مذاق كويس. هتعجبكم جدا جدا، سهلة، ما بتاخدش مننا اي وقت وبطريقة بسيطة. واي حد ما بيعرفش يعمل اي حاجة في المطبخ او ما بيحبش المطبخ هيعرف يعملها. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسوش تنوروني في قناتي وتنزلوا تحت الفيديو تعملوا اشتراك او سبسكرايب، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بتاعتنا. عندنا هنا رحت جبت معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة وحطيتهم في مية دافية وقلبتهم في مج بالشكل ده، وغطيتها بفوطة صغيرة. فارت معايا بالشكل ده. كده انا اتأكدت ان الخميرة تمام وعطت معايا تفاعل حلو قوي. بعد كده جبنا 3 كوبايات شوب المية الكبيرة من الدقيق. هنحط عليهم معلقة ونص من اللبن البودرة، معلقة ونص كبار. 3 معالق كبار من النشا، كمان معلقة ونص كبيرة من الكاستر. الكاستر اللي استخدمته اللي هو الكاستر بتاع شركة ماي واي. بيدي طعم حلو قوي. بعد كده حطيت كيسين فانيليا ونص ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف مظبوطة. وحطيت كمان رشة ملح. وهبدأ بقى ان انا اكب الخميرة بتاعتي على الدقيق. وحطينا كمان 3 معالق كبار من الزيت. ابتديت بقى ان انا احط مية بالتدريج. ما تحطيش مرة واحدة عشان نوصل لقوام مظبوط. بنحط مية بالتدريج ومية دافية طبعا، وببدأ ان انا اقلب بالمعلقة اللي معايا. بعد كده هبدأ بقى بالمضرب واقلب جامد جدا جدا في العجينة لحد ما يبقاش فيها اي كلاكيع خالص تماما. بعد كده هبدأ لما ضربت شوية كتار بالمعلقة وتضربي بالمضرب ما بقاش فيه اي كلاكيع وبيوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده بالظبط. بتبقى قوامها يعني اتخن شوية من قوام الكيك. بعد كده جبت استرتش وغطيتها. او اهم حاجه ان انت تقفليها كويس جدا. يعني انا بعد ما غطيتها بالاسترتش حطيت عليها كمان فوطه تقيله كده ودخلتها في الفرن. بس طبعا الفرن مطفي ولا اي حاجه، انا دخلتها فيه عشان خاطر هو بيبقى ضلمه ودافي شويه. وهتسيبيها من ساعه ل3 ساعات. انا سبتها حوالي ساعتين ونص. بعد ساعتين ونص انا طلعتها. شلنا الاسترتش، شايفين رفعت حلو جدا. ببدأ ان انا اجيب معلقة سباتيولا اي حاجة، وببدأ ان انا افرغ كمية الهواء اللي فيها شوية او الارتفاع اللي هي رفعته. ببدأ ان انا احرك بالمعلقة كده وبطلع الهواء اللي فيها شوية. بجيب طبق بحط فيه شوية زيت، ودي المعلقة اللي انا هشتغل بيها، دي كانت معلقة بناتي. لو انتي ما عندكيش ممكن تحطي في كيس حلواني وتقطعيه قطع مناسب وتنزلي بيه وتقطعي بصباعك كده يكون فيه زيت، هيطلع معاكي برضو مظبوطة جدا. ببدأ ان انا امسك العجينة بايدي بالشكل ده وبحط المعلقة في الزيت، وبعدين اخد في المعلقة على قد المعلقة بالظبط فبتطلع معايا بالحجم اللي انا عايزاه. لو انتي العجينة طلعت معاكي مش مظبوطة بعد ما اختمرت، حسيتيها ان هي سايلة زيادة عن اللزوم او اي حاجة، بتحطي لها شوية دقيق وتقلبيها هتلاقيها اتظبطت معاكي. اهم حاجة لما تمسكيها في ايدك تكون بالشكل ده كده بالظبط. بعد ما قطعت كمية مناسبة بالشكل ده بنحط في زيت بيكون سخن. وبعد ما بنحط الكمية ديت ببدأ اهدي النار شوية عشان خاطر ما يتحرقش. بحطش كتير عشان خاطر اعرف اقلبهم كويس وعشان ما يلزقش في بعضه. وببدا ان انا بالمصفى ديت ببدا اضغط عليهم بالشكل ده والفها عشان خاطر كلهم يبقى نفس درجه اللون ويتحمروا بنفس الشكل. انا ليهم على مرتين عشان خاطر تبقى مقرمشه كويس. بفضل اضغط عليهم بالشكل ده لحد ما بياخدوا لون ذهبي وبيبقوا ماسكين نفسهم حلو قوي. شايفين شكلهم جميل جدا. دلوقتي هطلعهم وهعمل كميه تانية لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. بعد ما خلصت الكمية كلها انا كنت بطلع على مناديل الزيت. بعد كده نقلتهم في صينية بالشكل ده وخليتهم بعاد عن بعض. هنسيبهم يبردوا، هنسيب كمان الزيت يبرد، وبعد كده هنقليهم مرة تانية. بعد ما الزيت ما برد ولقمة القاضي بردت بدأت ان انا نزلت كمية
آه نزلت كمية تانية هقليها، وبرضو بنعمل بنفس الطريقة، بنبدأ ان احنا نحط عليها المصفى وافضل اقلب وادورها بالشكل ده عشان خاطر يتحمروا كلهم بالظبط كده، عشان خاطر يتحمروا كلهم وينزلوا في الزيت وياخدوا نفس درجة اللون بالظبط. وده كده شكلهم بعد ما اتحمروا تمام، ده كده لون حلو جدا، درجة كويسة قوي. هبدأ ان انا بقى اطلعهم من الزيت. بعد ما قليت الكمية كلها انا بسيبها تبرد لمدة دقيقتين. بعد كده بنجيب الشربات بتاعنا، 3 كوبايات من السكر وكوبايتين من المية، بسيبهم على البوتاجاز. اول ما بيدوبوا في بعض ويغلي بحط عليه نص ليمونة، وبسيبه حوالي ربع ساعة على البوتاجاز وبنسيبه يبرد تماما. يعني المفروض ده بتبدأي بيه اول حاجة. بجيب بعد ما لقمة القاضي بردت لمدة دقيقتين بنزلها في شربات بارد خفيف بالشكل ده، وبجيب طبق وحطيت فيه مصفى تكون الخروم بتاعتها واسعة علشان خاطر تصفي لي الشربات الزيادة اللي هيكون نازل معايا. انا ما بسيبهاش كتير في الشربات عشان احنا مش بنحب الحاجة محلية. لو انتي بتحبيها محلية هتسيبيها اكتر من كده، هتبقى معاكي تمام، مقرمشة من بره وطرية من جوه، والشربات وصلها كلها طعمها كان فعلا فعلا رائع. وده شكلها كده بقى في الاخر، بصوا بتلمع شكلها جميل جدا. كلهم احجامهم حلوة قوي، دايبه في البق بقى كده. ما تتردديش وانتي بتاكلي كده، هتلاقي نفسك واقفه عماله تاخدي ورا بعضيه. بجد فعلا حلوه قوي، جربوها وقولوا لي رايكم. ما تنسوش تسيبوا كومنت تحت الفيديو برايكم فيها، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تنوروني في قناتي وتنزلوا تحت الفيديو تعملوا سبسكرايب او اشتراك. وهتلاقوا في صندوق الوصف هسيب لكم المقادير بتاعتها كلها بالظبط، وهسيب لكم صفحتي على الفيسبوك وجروبي على الفيسبوك واكونت الانستجرام، يا ريت تعملوا لي فولو. وهسيب لكم لينك القناه، لو ضغطتي عليها هتلاقي كل الفيديوهات اللي عملتها الفتره اللي فاتت. واشوفكم على خير، باي باي.